في قديم الزمان، كانت الأسرة الفرعونية الرابعة تحكم مصر بقوة وثبات. وفي قلب الجيزة كان يقبع أبي الهول، تمثال ضخم يجسد القوة والحكمة. كان جسده جسم أسد ورأسه رأس رجل، وعيونه تلمع في ضوء الشمس. كان هناك فتى شاب يدعى أمون، يتمتع ببشرة فاتحة وعيون بنية، وقد كان محبا للاكتشاف والبحث. كان أمون يعيش في القرية القريبة من أهرامات الجيزة، وكان يقضي أوقاته في تأمل التماثيل العملاقة والرموز المنحوتة على الصخور. في يوم من الأيام، بينما كان أمون يسير بجوار أبي الهول، سمع صوتا غريبا يناديه: أمون! اقترب. جفل أمون للحظة، ثم ملأ الفضول قلبه فاقترب من تمثال. وجد أمون نفسه يتحدث إلى أبي الهول، الذي كان يحمل في قلبه أسرارا لا يمكن حتى للملوك معرفتها. سأل أبي الهول الفتى عدة ألغاز، وكان على أمون أن يجيب عنها كي يكشف له السر العظيم الذي يخفيه. الألغاز كانت تدور حول النجوم والمعرفة والحكمة القديمة. وبعد كل لغز، كان أمون يشعر بأن روحه قد ازدادت نقاء ومعرفة. في النهاية، كشف أبي الهول عن السر العظيم. حكماء المستقبل يحتاجون إلى حماية الماضي، وأنت أيها الفتى لديك القدرة على حفظ تراث الأجداد. تأثر أمون بكلام أبي الهول وقرر أن يسمو بروحه وفكره ليصبح حامي التراث الفرعوني. وعندما كبر أمون، أصبح عالما ذو شأن، ينشر تاريخ الأجداد ويشارك في فهم سر الحضارة المصرية القديمة، محققا بذلك ما وعده به أبي الهول في طفولته.